لما ربنا سبحانه وتعالى شرح النفس الإنسانية اتكلم عن النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، استثنى. وبعدين ادانا أمثلة بأنواع أخرى من النفس، فلا أقسم بالنفس اللوامة، ده نوع من النفس. وبعدين اتكلم عن النفس الملهمة، قال فألهمها فجورها وتقواها، يعني إذن في نفس ألهمت التقوى لدرجة، يبقى في نفس لوامة لدرجة ربنا أقسم بها لأنها نفس عظيمة. وبعدين في الأعظم وهي النفس الملهمة التقوى. ثم في النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ده برضو درجة، ارجعي إلى ربك إيه؟ راضية مرضية، دي درجتين برضو في النفس، النفس الراضية والنفس المرضية. والعارفين قالوا أن النفس لها 7 درجات، أدناها الأمارة، يعني في النفس الأمارة واللوامة والملهمة والمطمئنة والراضية والمرضية والكاملة، دول ال7 درجات للنفس البشرية.